إذن كانت دورة ديال المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. كانت مدرجة عدة نقاط فيه العديد من اتفاقيات الشراكة اللي تمت المصادقة عليها، وبالتالي كذلك برمجت واحد الفايض مهم كيدخل في إطار البرنامج المندمج الذي أشرف عليه جلالة الملك، وبالتالي تم الوفاء بالعديد من الالتزامات المترتبة عن اتفاقيات سبق للمجلس أن صادق عليها أو صادق عليها كذلك في إطار هذه الدورة. النقاش كان مهم بطبيعة الحال، تطرق إلى جميع الجوانب وكذلك العديد من القطاعات، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو متعلق بالسير العادي للجهة وللإدارة بصفة عامة. بغينا نعرفوا الدور اللي غادي تلعبوا المصادقة على يعني انضمام الهيئات والمنظمات غير الحكومية الدولية بالنسبة للجهة. بطبيعة الحال الجهة معروف على أساس بأن جهة وادي الذهب البويرة كانت حاضرة دائما في إطار اللقاءات الدولية، وبالتالي اليوم الموافقة على الانضمام إلى منظمات دولية من شأنه أن يعزز من دور الدبلوماسية الموازية التي ينهجها المجلس الحالي، وكذلك لأنه لها انعكاسات بطبيعة الحال إيجابية على وفيها رهانات سياسية. نحن نعلم التوجه الذي تنهج بلادنا اليوم في اتجاه إفريقيا وانفتاحها على الدول الإفريقية وكذلك العديد من المنظمات الأوروبية، فبالتالي هو تعزيز من دور الجهة، تعريف بمؤهلاتها، تسويقها على الصعيد العالمي، عقد شراكات مع هذه الجهات داخل هذه المنظمات، وهذا يدخل في إطار تعاون اللامركزي ما بين الجهات الذي من شأنه أن تكون له انعكاسات إيجابية على مستوى تنمية الجهة. وكتعليق على انسحاب المعارضة.